طب إزاي الصحاب والأهل ممكن يطلّعوا الشخص اللي فقد حد عزيز عليه من غير ما يpushهم أو يستعجلوه في أي مرحلة من المراحل؟ للأسف ممكن نقلق أوي لو لقينا إن الموضوع يعني بيفكّر أنا عايزة أبقى معاه، أنا بافكّر في الانتحار. صدقيني أهم حاجة التواجد والاستماع. ساعات مثلًا الأصحاب بقصد كويس يبقوا عايزين يقولوا له خلّيك كويس، خلّيك قوي، كل الكلام ده ساعات بيعمل ضغط عليه وبيتعبه أكتر. في كل دوّة نحترم المساحة اللي هو عايزها والطريقة بتاعته، لإن زي ما قُلنا كل واحد مستقبل، في انشغال صحي وانشغال غير صحي. طب إزاي نقدر نساعد نفسنا إن إحنا نتخطى الفترة الصعبة دي من غير ما نحس بذنب تجاه الشخص اللي إحنا فقدناه؟ أولًا الإحساس بالذنب ده حاجة طبيعية جدًا لمّا بنخسر أي حد مهمًا كان. أول حاجة نعرف إن ده إحساس طبيعي هييجي لنا، يبقى عندنا self compassion مع نفسنا، يعني حنيّنين مع نفسنا وطيبين وعارفين إن إحنا we're humans، إحنا بني آدمين ومش كاملين وممكن نعمل أخطاء. إيه تاني اللي بيواجهه الشخص اللي فقد حد عزيز عليه يعني في الحياة؟ إيه الصعوبات اللي بيشوفها في حياته بجانب الحزن؟ عادةً الناس اللي حواليه بس بيبصوا للي فقده، اللي هو الشخص اللي فقده، ومش بيبصوا أو مش بيacknowledge الحاجات التانية اللي هو فقدها. ساعات بيبقى باصص للمستقبل بطريقة فبيخسر المستقبل. من ضمن الخسائر بتبقى إن الواحد ممكن يفقد هويته، نظرته لنفسه ونظرته للعالم بتختلف. إزاي بقى الواحد يقدر يواجه بقى كل المناسبات اللي بيفتقد فيها الشخص الآخر؟ معناها إن أنا أطبطب على نفسي، إن أنا أبقى حنين مع نفسي. لمّا الواحد بيتحط في تجربة كده أو في حالة فقدان، بيبقى عنده 2 options، يا إما إن أنا أستجيب إن أنا هيأس، يا إما إن أنا أحوّل لهوية جديدة أو لهدف جديد.